مصر بس تلاقي مقدس يعني مسيحي مصري بيعلم الأطفال المسلمين المصريين القرآن وفاتح كتاب في بيته. عياد شاكر حنان مسيحي مصري في 80 من عمره ليحول بيته في الكبر إلى مدرسة تخرج منها المئات من المسلمين والمسيحيين. شوف قمة الجمال في التعايش لما يكون فاتح كتاب بيعلم فيه تعاليم الإنجيل للمسيحيين وبيحفظ أطفال المسلمين القرآن. وبطريقة بسيطة فسر لتلاميذه معاني القرآن وقيمه رغم اختلاف ديانته. لما جت المذيعة سألته أنت إمتى حفظت القرآن ومين اللي شجعك على كده، كانت دي إجابته. اتعلمته من المدى الابتدائي وجاء ابويا شجعني ان انا احفظه. يعني تخيل إن والده هو اللي شجعه إنه يحفظ القرآن، طب ليه؟ وجاء ابويا شجعني ان انا احفظه. يبقى انا حفظت دي مع دي وطبقنا الاثنين على بعض، مش عيب. يعني والده شجعه إنه يحفظ القرآن ويطبق تعاليمه ويحفظ الإنجيل ويطبق تعاليمه ويبقى بيطبق الاتنين مع بعض.